عودة مجددة أعزائي المشاهدين مع الفنان أحمد حسين. أحمد حسين، بعد ما شفنا لقاء الدكتور يعقوب الخبيزي، شنو تعليقك؟ هاي الاسماء كلها غريب، كلها العكس اللي قاعد يصير، ما ادري. زين بس فوق هذا احترم رايه، راح احترم رايه وظل استاذي وانا تلميذه، بس ان الكلام اللي يقوله عكس اللي قال لي اياه. يعني على الاقل كلش يرفع السماعه علي يقول لي الكلام مو كذي اشكره بس ما اتوقع انه يعني عمره ما قال لي هاي الكلمه هذه، ولا عمره ما كلمني بهالاسلوب. زين يمكن يعني هو منحرج من والدك. لا اعرف شخصيته عدل، ما ينحرج، صريح، يقط بالوي. كان قال لي هالكلام كان رفع علي السماعه. يمكن قاعد يجاملك. ما اتوقع يجاملني، ما جاملني من زين البدايه. هو الحين تحكى قدام الناس. انا احترم رايه ويظل استاذي، هذا الكلام اللي عندي يعني. يعني راح تمثل؟ لا ما راح امثل، راح اغني انا. راح تكسر كلامه؟ هو اعطاني رايه بس ما امرني، قال لي تمثل، هو اعطى رايه. شيء راجع لي عاد. بس أنا انت لا، انت ولا تقول ان أغني. انت تحترم رايه، فلازم اذا انا احترم رايه اكيد. بس انه مو امر علي تمثل يا اخي، انا بغني. انا شايف نفسي بالغنى احسن من التمثيل، ما اشوف نفسي بالتمثيل، عمري ما مثلت. ما مثلت انا. سمعنا شيء احمد. سمعنا شيء عشان نقتنع، الكل يقتنع، نبي نسمع. سمعتك في البدايه. لا نسمع بعد مره يعني. ما يحتاج اسمعك. انت ترى انا مو ذامك. ادري عنك يعني، قاعد دش لي بموضوع فجاه تكسر بالمود كله غني. ما اكسر انت ايش فيك معصب الحين؟ دكتور يعقوب هو يقول عنك الكلام. انا كنا قاعد داشين بحوار الحين. انا شكوى معه. ما طلعت حرتي فيك بالعكس. ما علي محمد انقص. بس انا ترى ما سويت لك شيء احمد، ترى انا اول مره اشوفك. على عيني وراسي يابا. ايه بس هو دكتور يعقوب هو اللي قال عنك الكلام. قال احترم رايي. بالعكس ما زعلت، قلت احترم رايي، ما زعلت منك. بس نرفزني، قاعدين نتكلم قطعت كلامي، سمعنا شيء بسم الله. عشان نقتنع بس بصوتك، عشان تقنع الناس بصوتك. الناس مقتنعين وسامعين صوتي 1000 مره مو مره. بس انت منزل شريط. بس سامعيني لايف. الله يوفقك. بالاكاديميه. الله يوفقك. اجمعين. 3 2 1 اكشن. اعزائي المشاهدين، عوده معجده شنو معجده محمد؟ الله يهداك انت الثاني. واحد عاطمة لي. حط المذيع ما يعرف يتكلم. شنو احمد؟ عفوا تفضل يبا. شنو؟ لا سلامتك، تفضل. زين ما له داعي هالغيره احمد يعني البين. مذيع انت ما له داعي. والله اضحك ولا اعصب. 3 2 1 اكشن. اعزائي المشاهدين، عوده مجدده مع الفنان احمد حسين. طبعا الفنان احمد حسين يعتذر لكم لانه مو قادر يغني. طبعا احمد حسين، كلمه اخيره توجهها للدكتور يعقوب الخبيزي بصراحه وبدون ما تستحي. اقول له يعطيك وتكلمه عبر الكاميرا، تقول له انا اوجه لك تحيه على صراحتك، يعطيك الف عافيه، وتظل استاذي وكبير ودكتور، وانا تلميذك، ومشكور على الصراحه هذه. يعطيك العافيه احمد. العفو. يلا محمد. 3 2 1 3 2 1 محمد اكشن. اعزائي المشاهدين، ما تقطع. ها وضع غريب. ما غريب الشيطان. مقابله ميته. الله يرحمه بقى. جو ميت. زين احنا نقدر نعلق بس بعد، لان الحين اخر سؤال ونختم الحلقه بعد اذنك. انا ما ودي تنعرض اصلا. شنو الحلقه هذه؟ ما في اسئله، ما في اي شيء، بس زين بعد اذنك. شنو هذه؟ بعد اذنك. شيء غريب يعني. بس ما عليه. هي ترى تدري ليش حلقه ميته؟ تدري ليش ولا؟ ليش؟ انت لو تغني الحين بالعكس تشعل الحين. فخلنا نسمع منك اغنيه هي كذي. لا خلينا نسوي جو. لا محمد خلاص على الهوا احنا نطلع. يلا غني هي 3 2 1 هدوء. 3 2 1 هدوء اكشن. عودة مجددة مع أحمد حسين. أحمد، طبعا مخرجنا محمد الزنكوي ونعم فيه يسلم عليك، طبعا هو بالكنترول. الله يسلمه. ويقول لك يعطيك العافية على صراحتك. الله يعافيه. وفريق العمل هم بعد يشكرونك. يعطيكم العافية. والمخرج مجهز لك فقرة صغيرة. أي. بس يبي لها قوة وصبر وتحمل. صبرت ما فيه الكفاية. في شيء جديد يعني أتوقع. نشوف. كلام ما أدري. أوكي خلينا نشوف. تبي العصير أنت أحمد؟
لا شربك تفضل تفضل. لا تفضل اشرب طول يبوله نزلوا له كرتون ثاني شيء يبوله. انا عادي الغيره الفنيه هذه ما اهتم له. مو شايف كرشك انت يا معود. الغازيات قاعد ما اشوف بطنك. كرش هذه غيره الله لا فنية يبلانا. عادي. غيره فنيه. الله لا يبلانا الحمد لله. غيره فنيه. غيره طلع على برنامج ترى خلاص عبالنا انه هو مسك الدنيا. خلينا نشوف يا محمد يلا 3 2 1. في هذا غريب والله اول مره اشوفه. 3 2 1. قابلني. انت ودك تخرب برنامج احمد ولا شنو؟ لا ما بيخرب تفضل. ودك تخرب برنامج؟ لا صدق؟ لا بالعكس. عشان نعرف شلون اتعامل معك. شلون يعني؟ لا عشان اعرف شلون يعني اقدر، لان انا اعرف هالامور هذه الامور الفنيه هذه. شنو يعني بتعامل معك؟ شلون بتعامل يعني؟ لان اعرف الامور الواحد اللي وده يقطع رزق الثاني اعرف انا. تظاهر فيك هالشغله. الرزق الثاني شنو؟ يلا محمد 3 2 1. قبل لا تبدا قبل لا تعكر مزاج وتدش تصوير ومالي نفسي اصور. قول لي الحين ما دام واقفين كاميرات قول لي شنو؟ لا انت شنو؟ لان وايد في الظاهر يعني انت مو بالعني من البدايه. من انا ما سويت لك ولا شيء. انا مبالغ كان ما قعدت قمت مشيت على طول ترى. يعني ما رد عليك يعني خلاص ما انت عاجبني لا انت ولا مقابلتك امشي عليك. محترمك وقاعد نقول لك غني مو راضي تغني يا اخي احنا قاعد نسوي لك غنينا بس انت قاعد تدش بمود يا اخي. كل الناس هذه واقفه عشان تصورك عشانك انت. على عيني وراسي ما قصروا. لا هي على عيني وراسي خليت فيها عيني وراس انت احمد بصراحه انا قاعد اكلمك لا تزعل. والله اذا انت متنرفز انت اللي قوم. انا مو متنرفز بس حرام مجهود هالشباب حرام مجهود هالناس. والله انت اللي قاعد تخرب عليهم مو انا. انت فسئلتك انت. يا اسئلتي انا مالي ذنب. قاعد تزقزق بهالعصير هذا بس لا تموت يبا تشوف برنامجك يبا. زين قلت لي اشرب شربت. شكرا كنسل نمشي احسن. زين بس بعد اذنك اخر سؤال عشان نخلص وبعدين عاد انت فاهم ما يخاف نمشي ما عليه. بس يا محمد هيبا محمد يبا اي تسجيل هذا. احمد ما عليه اسمح لي هذه كانت خشمانه المخرج والمذيع هم اللي يبون كذي. احمد حسين وياك اخوك مشاري مع الموسيقى داشور وياك وكان معك مغلب مع المخرج والمذيع ويعطيك العافيه. سامحنا يا احمد حسين حبيبي بس المخرج يبي كذي وكمل واحنا وراك انت فنان. سامحني احمد صوتك حلو وانت فنان. اخوي احمد حسين ترى سامحني اللي قلته ترى متفق عليه من قبل. المخرج والمذيع هم قايلين لي اني اطب فيك بس انا ما طبيت فيك طبه سنعه وعسى الله ان شاء الله منها للاعلى ان شاء الله والله يوفقك ان شاء الله. فنان احمد حسين ترى هذا مغلب والمخرج والمذيع هم اللي قالوا لي انت فنان وان شاء الله يوفقك. احمد حسين سامحني انت اخو بس انا المخرج والله يعني اللي قال لي على اساس انك تلعب بنادي القادسيه بس اللي سمعت انك تلعب بنادي العربي بعد واتمنى لك التوفيق ان شاء الله. سامحني يا احمد هذا المدير والمخرج هو اللي يبي كذي وهذا اللي قال يبي كذي هذا المغلب يعني. يعطيكم العافيه. اولا اقول حق الفنان احمد حسين سامحنا على كل شيء قلناه بس انت فنان وراح تظل فنان. يعني كافي ان اسمك احمد حسين يعني غني عن التعريف. ترى هذول اللي قالوا لي انا مالي شغل ويعطيك العافيه ومنها الاعلى ان شاء الله. احمد ما تزعلش هم اللي عايزين كده وقالوا لي كده بس انا بحبك. احمد شلونك؟ الحمد لله. تغني بالعافيه اشرب. يعطيك العافيه. بس احمد تعال قبل اي شيء في مفاجاه هنا ما تشتغل الا على هالمونيتور. يلا يا جماعه كاري 3 2 1. احمدي حبيبي ترى بقول لك شغله حاطين مسدس فوق راسي زين حاطينه فوق راسي يقولوا لي يتكلم. حبيبي شلونك؟ يعطيكم العافيه صراحه. تفضل تعال كنت. طبعا هذا مو برنامجنا احنا برنامجنا اسمه حيلهم بينهم. حيلهم بيني وبينك يعني ايه سواها فينا ايه